في تصريحات قوية لصحيفة لو فيغارو الفرنسية، رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون يتطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية، وبجرأته المعهودة يميط اللثام عن العديد من المواضيع الشائكة. الرئيس تبون يكشف في حواره عن العلاقات الجزائرية الفرنسية، موضحا أن عودة معدل منح التأشيرات الفرنسية للجزائريين إلى سابق عهده يدخل في إطار منطق الأشياء، وأن اتفاقيات إيفيان تمنح الخصوصية للجزائريين في هذا الشأن بين الدول المغاربية، إذا من الأنسب أن يحترم ذلك. وفي حديثه عن التطرف أوضح الرئيس تبون أنه ليس جزائريا، وأن الجزائر ليست مسؤولة على من غادروا فرنسا.